أهلا بكم من جديد في مفاجأة قد تقلب موازين الأمور في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية. تقدم نادي الهلال السعودي رسميا باحتجاج إلى الاتحاد الآسيوي على مشاركة أسامة السعيدي اللاعب المغربي في صفوف النادي الأهلي. ويشير الهلال في خطابه الذي رفعه إلى الاتحاد الآسيوي وتعرض العربية نسخة عنه إلى أن مشاركة اللاعب أسامة السعيدي غير صحيحة، لأنه غير مسجل في الاتحاد الإماراتي، أنه لاعب غير مسجل في الاتحاد الإماراتي، وأنه لم يشارك في المنافسات المحلية، بما يخالف لائحة أهلية اللاعبين في الاتحاد الآسيوي. يذكر أن أسامة السعيدي اللاعب المغربي كان يلعب في أهلي دبي الموسم الماضي محليا وآسيويا، وعندما تم تسجيل موسى اللاعب السنغالي محليا، تحول أسامة السعيدي إلى التسجيل إلى اللعب آسيويا. هدف الوقت بدل الضائع لا يبدو بأنه كان نقطة النهاية لمباراة الأهلي والهلال. الفريق السعودي وفي خطاب ممهور بتوقيع أمين سره السيد سامي بخضير احتج رسميا على مشاركة اللاعب أسامة السعيدي مع الفريق الإماراتي في مباراة الإياب التي جرت في دبي. الخطاب يؤكد أن الاحتجاج تم تسليمه لمراقب المباراة في مهلة الساعتين المطلوبة، إلى جانب دفع $500، وهو المبلغ المنصوص عليه بحسب أنظمة المسابقة للعام الحالي، أي ما يجعله مقبول شكلا. في تفاصيل الاحتجاج فإن الهلال يستند إلى الفصل 26 المادة رقم 3 بأن موافقة الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي على تسجيل اللاعب لا يعني بشكل تلقائي أهلية اللاعب للمشاركة في البطولة، وأن كل نادي يتحمل مسؤولية إشراك لاعبه في المباراة وأي تبعات تترتب على مشاركة لاعب بطريقة غير قانونية. يتابع احتجاج الهلال بأن الأهلي قام بتسجيل السعيدي في الفترة الثانية المخصصة لإضافة اللاعبين قبل ربع نهائي البطولة، وأن الأهلي لم يراعي أحد المبادئ الأساسية لفيفا بتسجيل ومشاركة اللاعبين في جميع المسابقات. يتابع الهلال في احتجاجه وأن النادي الإماراتي لم يشرك السعيدي في أي مباراة محلية في الموسم الإماراتي الحالي، وهو ما يسرده الهلال كتأكيد على كون الفريق المنافس قام بخرق الفصل رقم 26 من تعليمات المسابقة بحسب الخطاب الأزرق. ويطلب الهلال استنادا إلى الفصل 55 والفصل 31 من اللائحة الانضباطية للاتحاد الآسيوي تغيير نتيجة المباراة واعتباره فائزا ب3 أهداف بدون مقابل بحسب اللائحة. بالعودة إلى تعليمات الاتحاد الآسيوي للبطولة القارية فإن الفصل 26 المادة 1 يطلب أن يكون اللاعب مسجلا في الاتحاد الآسيوي إلى جانب أن يكون مسجلا في الاتحاد المحلي، بما يتوافق مع قواعد الانتقالات التي يحددها فيفا. وفي البند رقم 4 فإن اللاعب يصبح غير مؤهل في 3 حالات: أن يكون قد خالف ما تم ذكره في المادة رقم 1 المذكورة سابقا، أن يشارك في مباراة بما يخالف قرار انضباطي صادر من الاتحاد الآسيوي ممثلا بلجنته الانضباطية، أن يكتشف الاتحاد الآسيوي وجود وثيقة غير صحيحة في إجراءات تسجيل اللاعب. المباراة انتهت في الميدان، وتحول الأمر الآن إلى لجان الاتحاد الآسيوي والرأي القانوني. وحيد رزق المصري، العربية. من الرياض يلتحق بنا خالد بغرارة وكيل اللاعبين قارئ اللوائح المستشار القانوني. سيد بغرارة أهلا بك معنا. ما عندي وقت كثير خالد، ونرجو أن نكون مفصلين. الهلال يستند على مادتين. طبعا قبل الحلقة أنا أرسلت لك نسخة من الاحتجاج وأرسلت لك المادتين الآسيوية. تفضل علق على ما قاله الهلال: مشاركة لاعب لا يشارك محليا ويشارك آسيويا. بالنسبة للحالة اللي يعني التي أمامنا اليوم هي نعم. بالنسبة لأهلية مشاركة اللاعب، أهلية اللاعب نعم. أسامة السعيدي اللاعب المغربي. بالنسبة لهنا نشوف فيه يعني اللي النادي الهلال قد يعني قام بالإجراءات الشكلية اللي هي بالنسبة لتطبيق المادة 72 فقرة 1 2 أنه قدم الاحتجاج في الوقت القانوني خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة، وقد قام بدفع الرسوم نتاع الاستئناف اللي هي مقدرة ب $500. نعم. شريطة أن توصل $500. يعني هنا إذا كان نادي الهلال يرسل $500 ناقصة اللي هي مصاريف التحويل،
ممكن حتى يرفض هنا لو الاستاذ بتال. نعم. لازم يوصل للاتحاد الاسيوي، يوصل $500 معناها كامله. وبالنسبه للبند الرابع اللي كنا نشوفوا فيها وقتاش النادي الاتحاد الاسيوي يرفض اهليه مشاركه لاعب اسامه السعيدي. نعم. هنا نلاحظوا اللي في حاجه مهمه جدا، ان الاعتراض او الاحتجاج تاع نادي الهلال هو اعتراض يعني صحيح يعني شكليا، بس بالنسبه للموضوع نتاعو انا نشوف فيه ثم خلل هنا. نعم. هنا كان على مسؤولين نادي الهلال باش الخلل، ان مسؤولين نادي الهلال لازم يشوفوا اللائحه المحليه اللي هي لائحه الاتحاد الاماراتي للاوضاع وانتقالات اللاعبين. ممكن الاخوه في نادي الهلال شافوا اللائحه القديمه، خاطر في لائحه جديده صدرت وبدا العمل بها ونفاذها من تاريخ 30 يوليو 2015 يعني الحين. نعم. اوكي. نعم. الماده هذه يعني في الماده الاتحاد الاماراتي قد عمل بنفس اللي يشتغل به الاتحاد السعودي، يعني عندهم 4 محترفين يلعبوا محليا. نعم. زائد 2 لاعبين ممكن تسجيلهم مع اي نادي ويشارك، شريطه ان اللاعب ما يشاركش في المباريات المحليه والمسابقات المحليه في الاتحاد الاماراتي، ويحق له المشاركه في المسابقات الاقليميه والدوليه يعني بالنسبه للمسابقات الاتحاد الاسيوي. هنا الماده هذه الماده 30 خالد فقره 2 خالد موجود، هذه الماده موجوده في لوائح تسجيل اللاعبين الاماراتيه، موجود نصا انه يجوز لها المشاركه خارجيا. هنا السؤال، الماده 30 فقره 2 باء تقول اللي اي نادي عنده المشاركه وعنده المشاركه في مسابقه الاتحاد الاسيوي 2015 نعم. عنده الحق يعني اللي يضيف 2 لاعبين اجانب، شريطه نعم. ان اللاعبين الاجانب اللي يضيفهم في القائمه نتاعها نعم. ما يشاركوش محليا وعندهم الحق يشاركوا اسيويا. معنى هنا نشوف الماده هذه حتعطي الاهليه مشاركه اسامه السعيدي مع ضد النادي الاهلي ضد الهلال. طيب جميل. خالد، فرص الهلال في كسب هذا الاحتجاج ضعيفه؟ والله بالنسبه لي عجبني كثير، يعني ما شاء الله، يعني بصراحه الاخوه في نادي الهلال يعني عندهم اداره كويسه. انا بالنسبه لي انا يعني نقطه مهمه جدا، على خاطر المعلومات اللي عندي انا كانت عندي معلومات يعني القديمه يعني من 2015 ما في باليش اللي الاتحاد الاماراتي يغيروا اللائحه نتاعهم في